انا شر على بطل القصة دي، ولكن انا حبيت اخدمه مش من باب التسلية. لكن خلونا نحكي القصة الاول علشان تفهموا الكلمتين اللي انا قلتهم في الاول دول. وليد مهندس لسه متخرج ولسه عريس جديد. وليد شغال في مخيم تابع لشركة مقاولات. شركة المقاولات دي متخصصة انها تمهد طرق بشكل جديد، بيبدل نبطشية مع 2 مهندسين حديث التخرج زيه بالظبط لمدة يومين. اليومين دول بيمروا عليه كأنهم سنتين. مش كده وبس، المخيم وسط الجبل. وليد لما بيعوز يكلم زوجته لازم يمشي حتة كبيرة، يطلع فوق الجبل علشان يحاول يلقط شبكة ويكلم مراته الكئيبة اللي مشاكلها ملهاش حصر. كان اخر تليفون هو بيكلمها فيه بيقول لها ان الجو اتاخر وهو مش فاضي ولازم يوصل للمخيم دلوقتي، وهي تقول له انت مش هتقفل معايا غير لما نحل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. يقول لها احنا بقالنا ساعتين وانا مش عارف اعمل لك ايه، عمال اجيبها لك من هنا مفيش فايده، اجيبها لك من هنا مفيش فايده، واحلها لك من الناحيه دي برضه مفيش فايده. انا اتاخرت وجالي صداع من كتر الساعتين اللي عماله ناهد فيهم معاكي، الطريق ضلمه ومش هعرف ارجع، وعلشان اكلمك لازم اطلع جبل بعيد 5 كيلو من مكان شغلي. ما انت عارفه قال لازم احكي 100 مره يعني انا بشتغل في الصحراء، ايه القرف اللي انا فيه ده؟ ومراته تسيب الموضوع كله وتمسك في كلمه القرف ده وتقول له يعني انا مقرفه؟ طب بص يا وليد، لولا شغلك وقرفه انا كنت عملت وعملت وعملت. اللي خدم وليد في المكالمه دي هو انا خليت الشبكة تضيع، صوتها بقى عبارة عن وش. الو، انا مش سامعك انت بتقول ايه؟ وقطعت الاتصال. هي نقطة مش في صالحه، بس انا خليت الاتصال يتقطع كأنه هو اللي قفل في وشها. مش بقول لكم ان انا شر؟ وليد لما الشبكه قطعت بص حواليه هينزل من انهي ناحيه. الدنيا ضلمه، في شويه اعلام هم بيحطوها على الارض علشان يدلهم على طريق الرجوع. بدا يحدد اتجاهه وبدا يمشي في طريقه. وليد اتفاجئ بالانذار بتاع تليفونه بيعرفه انه خلاص قرب يخلص شحن. ما هو طبعا قاعد ساعتين في التليفون بيناهد في مراته لغايه ما خلاص الموبايل اشتكى منه. البديل لكشاف الموبايل عشان يشق طريقه للمخيم هو ولاعه السجاير اللي معاه. طبعا الهواء عمال يطفي في الولاعه وهو عمال يحاول يغطي من هنا لهنا بايديه عشان يمنع وصول الهواء للولاعه، ويكلم نفسه هوصل. قعد حوالي نص ساعه على ساعته لغايه ما اخيرا قدر يوصل للمخيم. النور في المخيم كان عمال يتقطع، كهرباء مش مستقره، هما شغالين بمولد كهرباء هناك. المولد ده شكله كده من ايام الحرب، شكله في حاجه غريبه. المولد ده شكله شايل ارواح واشباح وشر. وليد طبعا ما يعرفش القصه دي. هو قرب من الاستراحه اللي هو قاعد فيها عشان يفتحها، وقبل ما يمد ايده سمع صمت رهيب في المكان. في حاجه مش طبيعيه بتحصل في المخيم هنا. فجاه المولد عمل طرقعه غريبه وبدات الانوار تطفي وتفتح بشكل مرعب لغايه ما النور قطع تماما في المخيم. وليد قعد ينادي على عباس الغفير اللي بايت هناك في المخيم معاه ويساله هو المولد طفى ليه. قعد ينادي عليه كتير جدا لكن مفيش فايده. وليد بدا يحسس بايديه كده علشان يشوف طريقه ويخش اوضته وهو فعلا تعبان. ساعتين تليفون ونص ساعه بيدور على مكان المخيم مفيش. فجاه سمع الطرقعه تانية جايه من المولد، فقعد ينادي عباس يا عباس ما تشوف المولد ده لا يتحرق، هو انت مش مسؤول عن المولد النهارده ولا ايه؟ فجأة جاله الرد، بدأ المولد يشتغل مرة تانية. قفل الباب وداس على زرار الإضاءة بتاع أوضته، وأول ما النور ما فتح كانت الصدمة. وليد لقى نفسه في بيته وزوجته الكئيبة العنيدة واقفة قدامه مصدومة. هو ازاي وليد رجع بالسرعة الرهيبة ديت من شغله لبيته؟ شغله اللي بعيد عن بيته ب5 ساعات، ازاي رجعهم في 5 دقايق؟ لا 5 دقايق ايه، ده رجعهم في 5 ثواني. وليد اتخض خضة جامدة جدا، فتح باب الشقة عشان يبص بره، لقى نفسه فعلا في العمارة قدامه باب الاسانسير والسلالم. ازاي ده حصل؟ هو قال ان هو بيخرف، لكن لا، مراته بصت له قالت له انت بقى كنت بتكذب عليا، انت هنا في البلد وعمال تقول لي انك في الشغل وتعبان وبتطفح الكوته ومفيش وي وي وي. وليد مش مركز معاها. وليد فعلا في حاله من الذهول والصدمه، عمال يدور على تفسير للي حصل. طب والله ما عارف ايه اللي حصل، انا كنت في المخيم النور طفى، لما جه لقيت نفسي هنا. ومراته مش مقتنعه وعماله تديله هو انت عرقان وشكلك بتخرف وشكلك بقيت تعبان في مخك، الصحراء جننتك، هو انت بتكذب عليا ليه؟ انت بقيت انسان كذاب وحورتجي وليد يقول لها انا بقول لك اللي حصل، انا مش لاقي تفسير. الزوجه تستفزه اكتر وتقرب منه وتبرق له وتكلمه زعيق رهيب وبعجرفه بتفوق حدود الاحترام اللي المفروض يبقى بين الزوجه وزوجها. انت كذاب، مش جديد عليك،
انا بقى ماشيه وسايبالك البيت ومش عاوز اعيش معاك تاني ولا اشوف وشك بلا قرف. وراحت جايه زقه جامده. وليد صعبت عليه نفسه وحس انه هيدمع. هو انا ازاي متبهدل في الشغل كده علشان خاطر تبقى راضي عني وبعد كل اللي بعمله ده ومفيش فايده، وبكل سهوله تقول لي انا ماشيه وسايبالك البيت وتمد ايديها عليا؟ ايه الوقاحه اللي هي فيها دي؟ وهي بتزود عليه وتقول له انت مش بتعمل حاجه، احنا بقالنا سنه جواز عذاب وقرف، انا مش عاوز اعيش معاك تاني. بدات تستفزه اكتر واكتر. وليد ملقاش نفسه غير ان هو ناطط على رقبتها جامد وعمال يضغط بغضب وعينيه كلها شر. واخدين بالكم من الشر؟ ويقول لها انا بكرهك، يعني ينفوني في الشغل علشان اكل عيش وانت مخليه حياتي زفت هنا وهناك وعاوزه تنسحبي بسهوله كده؟ سنه كامله في الصحراء ذل وقرف عشان تسيبيني كده. ما حسش بنفسه الا وهو دي عماله تغرس في رقبتها ووشها بدا يزرق وبدات تحاول تتنفس مش عارفه. بدات تتخنق عماله قاوم مفيش فايده. رقبتها بدات تطرقع في ايده وهو مش قادر يسيب. حاسس بنشوة جواه، حاسس بشر، عمال يضغط بغل. ما يعرفش ان الشيطان الشر مهيمن عليه. خلص عليها، ماتت تحت ايده، سابها تقع على الارض جثة. وفجأة فاق من الصدمة، بص برعب ولون وشه بهت. رجع لورا وقع على الارض بيحاول يفوق من اللي حصل له. مفكرش، حاول ان هو يهرب. فتح باب الشقة وجري على الاسانسير. دخل الاسانسير وداس على اول دور. هيعمل ايه؟ مراته ماتت على ايديه، هي تستاهل بعد اخلاصه اللانهائي ليها عشان تعيش حياة كريمة وهي جحدة بتفتعل لأزمات ومشاكل وما عندهاش احساس بالمسؤولية وبتقلب الترابيزة عليه. وهو بيفكر في الكلام اللي حصل منها واللي هو عمله ورد فعله. وبدأ نور الاسانسير يطفي ويفتح لغاية ما نزل. زق الباب بتاع الاسانسير عشان يخرج، سمع طرقعة غريبة، النور طفى وفتح. وفجأة لقى نفسه قدام المخيم مرة تانية. هو ازاي الكلام ده بيحصل؟ ازاي انا رجعت تاني المخيم؟ لا، عباس جايله وبقه منفوخ بالاكل، باين عباس كان بياكل. ووليد في حالة صدمة مش عارف يعمل ايه. فجأة لقى عربية بتقرب من المخيم ونزل منها المهندس اللي بيبدله، المهندس علي. وراح جاي منادي عليه، يا وليد ممكن تيجي معايا على جنب؟ علي خده على جنب وراح جاي قايل له معلش احنا جالنا تليفون مراتك يا وليد تعيش انت. وليد استقبل الخبر وهو مصدوم متسمر في مكانه مش مصدق اللي حصل. معقولة يكون اللي حصل ده كله مش كابوس ولا تخيلات؟ معقولة اكون عشان انا بكرهها تخيلت اللي حصل؟ بس ايه ده؟ هي ازاي ماتت؟ علي راح جاي مكمل قالوا للأسف في حد دخل وموتها، مراتك اتقتلت يا وليد. وليد كمل تفكير وهو في حالة الذهول. يبقى اللي عشته ده مش هلوسة؟ ازاي؟ مين اللي قتلها؟ وقتلها ازاي؟ اللي خنقها وهو بيهرب بس على زرار الانذار بتاع الاسانسير غصب عنه. البواب خد باله فراح يشوف ايه الانذار اللي اتضرب ده، ملقاش حد. بدأ يشيك على دور لغاية ما لقى باب شقتك مفتوح. ومراتك شد حيلك يا وليد. وليد حس ان ريقه نشف وعقله خلاص طار. قعد مكانه على الارض وبدأ يسأل عليه. يعني مفيش حد ما قدروش يمسكوا اللي عمل كده؟ محدش عرف؟ حس وهو بيسأل السؤال ان هو عايز يمثل ان هو استقبل خبر وفاتها بانفعال وزعل. علي راح جاي قايل له مفيش حد خالص يا وليد، التليفون جالي فجريت عليك على طول. ابن عمك هو اللي اتصل بيا وحكى لي كل حاجة. انا جاي لك هنا عشان ابدلك. انت المفروض تلم شنطتك وتروح دلوقتي. امسك نفسك يا صاحبي، مسيرك هتوصل للي عمل كده. يلا في اتوبيس في المقر الرئيسي مستنيك عشان ياخدك معاه. وليد راح جاي باصص له وراح جاي هاسس راسه وبدأ يتباكى، يعني يمثل انه بيعيط. وعلي بيحاول يهديه. وليد دخل اوضته ومسح دموعه وهو مش لاقي تفسير للي حصل. اللي حصل ده كان في صالحه بجميع المقاييس. اللي حصل له ده خدمه في عذر الغياب. يعني لو جات التهمة عليه عمرها ما هتثبت عليه. كل الناس حواليه شاهدة انه في شغله وانه ما سابش شغله وانه شغله بعيد 5 ساعات عن البيت. فجأة ابتسم. اخيرا الكابوس انتهى. خلص لم شنطته بسرعة وهو خارج رايح على العربية بدأ يسمع صوت مولد الكهرباء بيطقطق تاني. صوت الطرقعة ده مش غريب عليه، في حاجة تانية هتحصل. المولد ساعتها قعد يتهز جامد ومفيش حد
مهتم. وليد راح جاي رايح يقرب من المولد عشان يشوف في ايه اللي بيحصل. فجأة لمح طيف بيمر من وراه، بص عليه ملقاش حاجة. النور طفى وفتح تاني، وفجأة المخيم هدي تماما كأنه هو لوحده قدام المولد وبس. مهندس علي كان بعيد اختفى، عباس اختفى. هو ايه اللي بيحصل تاني؟ فجأة وليد لقى جثة بتخرج بإيديها من المولد، بتعافر عشان تخرج، وتخرج بشكل مرعب جدا. بدأت تخرج بدراعها، وبدأ شعرها يخرج، وراسها بدأت تخرج. اكتشف ان الجثة دي هي جثة مراته. بتبصله نظرة باهتة، وراحت جاية ماسكاه جامد وشدته معاها جوه المولد. وليد بدأ يصرخ يحاول ينقذ نفسه، مفيش، المساحة صغيرة، ازاي هينسحب للحتة دي؟ ما يعرفش. وكأن الدراعين بتوع مراته أقوى منه بكتير. افتكر وهو بيخنقها وهي مش قادرة. المرة دي الموضوع معكوس، وهي بتشده وبدأت تشده جوه الفتحة الصغيرة. بدأت أنفاسه تتخنق، وضلوعه وعظم جسمه كلها ابتدت تتكسر، والدنيا بتضلم من حواليه. آخر حاجة وليد حس بيها هي الكهرباء اللي طالعة من المولد، كهرباء شديدة جدا. وفجأة النور نور حواليه. بدأ يحس ان هو نايم على سرير، وفي نداءات حواليه، وفي ناس بتكلم بعض. رمش بعينه لقى ان في حتة قماش جوه بقه، وفي حوالين راسه طوق كهرباء، هو اللي بيعمل له الصعقة الكهربائية اللي حس بيها دي. الناس عبارة عن خيالات حواليه، خيالات بشرية. ما قدرش يتبين هي مين، وهي بتمسكه وبتثبته بإيديها، وهو حاسس بألم شديد، وحاسس إن جسمه متفردك ومش قادر يتحرك وهمدان. وفجأة الكهرباء راحت جاية داخلة جواه تاني، وحس إن هو راح خالص. بس وليد فهم اللي حصل، فهم اللي حصل له لما سمع حد من اللي واقفين بيتكلموا، وباين عليه بلبس الممرضين، وهو بيقول لهم كفاية خلاص، حرام عليكم، الراجل هيموت من الكهرباء اللي انتوا بتكهربوها له. مش كل مرة لما تجيله الحالة تعملوا له جلسة كهرباء يا مفتريين. قام رد عليه ممرض جنبه بيلومه بعينيه، قال له النهارده هجم على واحد وكان هيقتله، ده لازم نعلمه الأدب. راح جاي الممرض الاولاني قال لهم وده مش اسلوب عشان تأدب حد تعبان زيه، انتوا مقدرين حالته ولا لا؟ انتوا مش عارفين اللي حصل له؟ اللي قدامكم ده لقى مراته بتخونه، قتلها هي وعشيقها اللي طلع صاحبه في الشغل، قطع جثثهم وعنهم جوه مولد كهرباء قديم في مكان شغله. الجثث اتفحمت وبانت ريحة الشياط، والمولد كان هيتحرق. لما واجهوه كان حالته صعبة جدا، اعترف، بس الراجل عقله راح، اتجنن. كل يوم بتجيله كوابيس بان هو بيقتل مراته مرة واتنين وتلاتة. كل يوم بيتهيأله انه بيكلم مراته في التليفون وكأنها عايشة، وبينهي اليوم انه قتلها. مفيش، عقله راح خالص يا جماعة، ما يستاهلش اللي بيحصل ده. كل كلمة اتقالت كان وليد سامعها وعينه بتدمع، وهو في حالة هبوط شديد جدا من الكهرباء اللي اتكهربها. وكل ده بسبب الشر اللي كان متعان جوه وليد ومتخزن. ودي نهاية قصتي مع المهندس وليد.